وجع الكتف في مرضى الروماتويد مشكلة كبيرة جدا. ممكن جدا يكون عرض من نشاط الروماتويد أو يكون له أسباب تانية خالص. النهاردة هنتكلم على الروماتويد ووجع الكتف. أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. ده نموذج للكتف. هنقول إيه اللي يوجع مرضى الروماتويد في الكتف. 1. تسميع من الرقبة. 2. إن يكون في التهاب في المفصل. 3. إن يكون في التهاب في الوتر. 4. إن يكون في التهاب في كيس زلالي. 5. إن يكون حصل تآكل في المفصل زي خشونة في مفصل الكتف، ودي بتحصل في نسبة 10 ل 15% من المرضى اللي ما انتظموش في الأدوية وما سيطرناش على المرض فيهم. آخر حاجة إن ممكن يبقى في خشونة في المفصل اللي ما بين عظمة الغراب وعظمة الترقوة، وده ممكن يضغط على الوتر اللي تحتيه أو هو نفسه يبقى مصدر الوجع. الكشف هو الأساس. لو شكينا إن في مشكلة في العظام بنعمل أشعة عادية. لو شكينا إن في مشكلة في الأوتار لازم أشعة رنين. عارف إن في مرضى كتير قوي هيتضايقوا من الرنين ويقولوا إن الرنين المغناطيسي مقفول ودوشة، بس ساعات كتيرة قوي هو اللي بيحدد لنا مدى الضرر اللي حصل في الأنسجة الرخوة. طب بيتعالج إزاي؟ أول حاجة نعالج الروماتويد نفسه. 2. لو في مشكلة في الرقبة نعالجها. 3. العلاج الطبيعي مهم جدا، وعشان كده احنا بنشرح للمريض دايما تمرينات يعملها في البيت، وانه يحرك المفصل على قد ما يقدر، يعني ما يعلقوش. دي حاجة في منتهى الأهمية، لأن في كتير قوي من المرضى بيعلقوه ويخشوا في حاجة اسمها كتف متجمد. إذا العلاج الطبيعي والعلاج الدوائي وتظبيط الروماتويد وأثبتنا إن في التهاب في الوتر بندي حقنة، بنخش هنا كده وندي حقنة موضعية في المفصل. الحقنة الموضعية دي بتضيع الالتهاب. الحقيقة الحقنة الموضعية دي أساسها كورتيزون، والشيء بالشيء يذكر. بعض زمايلنا بيحقن بلازما، بس الحقيقة احنا هنا في مركز الروماتيزم بما ان الدراسات غير كافية فما بننصحش بالبلازما. مهم كمان قوي ان احنا نعرف دور الجراحة في مرضى الروماتويد اللي عندهم مشاكل في الكتف. لو في مشكلة في الوتر مقطوع لا قدر الله، منظار صغير بيحط كليبسات ويصلح الوتر. او لو في مثلا مشكلة في الأنسجة الرخوة الأخرى في الكبسول بتاع المفصل، ممكن الجراح بمنظار يصلحه. لكن لو حصل تآكل كامل في المفصل ساعتها بنغير المفصل. والحقيقة عندي العديد من المرضى اللي غيروا المفصل والعملية ناجحة جدا. كل اللي بنعمله ان احنا بنرتب الأدوية قبل العملية وبعد العملية. وجع الكتف في مرضى الروماتويد محتاج انك تقوله للدكتور بدري، محتاج انك تعمل الفحوصات المظبوطة عشان نحدد سببه ايه، ومحتاج كمان انك تنتظم في العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي والتمرينات العلاجية. ودمتم سالمين.